عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي بناتي. معكم أختكم أم شاهد دائما من قناة أذواق. اليوم أخواتي حبيت أنني نقدم لكم وصفة جديدة. احنا كامل نعرفوا أوبي ذاك اللي يتباع برا في الخارج، برا عند في الحوانت ونشريوه، سيرتو الأطفال يحبوا بزاف أوبي هذا تاع الفراز. أنا عندي شهد تموت عليه. حبيت اليوم نعوضو بشيء في البيت، نديرو لبنتي ممكن في البيت ونحضرو باقل تكلفه ونضيفو عندي على بالي بيه منين مكوناته كيف خدمتهم. انا عندي هنا يطرى حليب، استعملت يطرى حليب، نحيت منها جزء، طيبت فيه زوج باكيات تاع فلان نواره، ضفت لهم ملعقه تاع نشا، زوج باكيات فلان نواره وزدت لهم ملعقه نشا، ها فلان عادي. وهنا من الباقي نتاع الحليب عندي حليب هنا فايض وبارد يطرى، قلت لكم قسمتها، كاين اللي طيبت فيها الفلان مع النشا وكاين اللي خليتها هكا. وعندي سكر طبعا حسب الذوق، كي نذوق انايا ونلقى السكر ناقص نزيد. واش راح ندير؟ انا حنستعمل في البلندر ولا ميكسور تاع البرا هذيك، ولا راح نديرو فيها. انا حنلوح الفلون هذا هنايا، الطريقه هذه اخواتي. وراح نزيد الحليب هذاك اللي بقى هكا، راح نضرب هنا نضربو Poderes passata. هكذا اخواتي بهذا. صدقوني راح يجي رائع هاد الجو هذا تاع الفلان، يجي كي اوبي تاع برا. ومن اليوم راح نستغناو على اوبي هذاك تاع برا. انا حنذوقو ونشوف السكر تاعو. السكر تاعو قليل، حنا كامل نعرفو الفلان هذاك تاع الورا راهو السكر تاعو شويه قليل. لا هكذا نخلط ثاني، نخلط لنا السكر فيها. هنا في هذه الاثناء واش حندير انايا؟ راح نقدموه مع بعضنا باذن الله، نبعدو ليه الروبو. راح نحي الكاس خلاص، نقدموه في قارورة زجاج او طاس، اي وحده فيه تحب تقدم. Bidu. Maru bidi. Maru bidi.
هكذا اخواتي. واذا كانوا جاوك ضيوف وقدمتي هذا العصير راح يحمر لك صح وجهك، اقسم بالله غير رائع رائع بمعنى اتم الكلمه. والا سهرات رمضان، والا رمضان احنا نشمو فيه ريحته على الابواب هكا سهرات رمضان، والا كما قلت لك ضيوف، والا راح يشرفك ويجيك مليح وتجي ما شاء الله وبالصحه والراحه. واذا عجبكم الفيديو نتاعي جربوا هذه الوصفه، جربوها وما تنساوش ما تحرمونيش من اشتراكاتكم وجمالكم، وبارطاجيو هذا الفيديو بيناتكم بناتي اخواتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.